ديل في صفقه قذره بموجبها انه يعكرت على مين؟ هو يعكرت على السودان ويعكرت على اثيوبيا. ما اعرفش تعرف عكرته دي كلمه شقاوه، زمان كان جدي بيقول عكروت يعني واد شقي شويه، فيعمل حركه شقاوه ويهدد اثيوبيا. الحقيقه مع مرور الوقت تبين انه لا، ده المساله كمان طايله السودان، لان السودان فاض به الكيل. وانا هنا هتكلم كلام هحتسبه لانه الحقيقه نحن كمصريين نلنا من اخواننا السودانيين. انا بعترف ان انا جيت في يوم من الايام قلت هذا الكلام، ان احنا مثلا يقول لك ايه، والله الجنيه المصري بقى اقل من الجنيه السوداني، انت شفت السودان بيعملوا ايه؟ فكان احنا عندنا حته، انا اسف يعني ربما مش عنصريه، لكن كنا بنتمسخر، وده عيب وانا بعتذر عنه، مش هنا في البرنامج، عموم مصر. وده الحقيقه تاني يخزن عند اخواننا السودانيين. هلاقي ابو شلاتين عمالين نروح ونيجي، النيل يقول لك ما اعرفش عندك مشكله وهيحلها لك السودان، فيروح الراجل للسودان، يروح لاثيوبيا وعاوز يقفز على السودان. جه موضوع امريكا وترامب، يقوم السيسي يوعز للاداره الامريكيه ويصل هذا الكلام للسودانيين ان الاداره الامريكيه ما تحسنش علاقتك بالسودان. طيب انت دلوقتي محتاج السودان عشان ميه النيل، ومحتاجها عشان يمشي لك موضوعاتك جوه في افريقيا، وانت ما بتساعدوش. مصر ما ساعدتش السودان في حربها ضد الجنوب، بالعكس كانت غاويه انها تنفصل، ان جنوب السودان ينفصل. فالسودانيين زعلانين الحقيقه، وانا بقول ان معاهم حق. وبدأ الإعلام المصري يشتم في السودان ويقول لك والله السيدة موزة حرم الأمير قطر السابق الأمير حمد إنه راحت السودان وسخنت الدنيا وشافت الأهرامات. مش معقولة، السودان بلد ليها عندها سلطة وحكم، وبعدين ما تنساش إن الرئيس عمر البشير بقاله 30 سنة وشوية، يعني تودك يعني مش ناقص، مش هيتعلم من أي بلد، يعني مؤاخذة ما تزعلش مني. وبعدين لا مؤاخذه انت يا سيسي غشيم جنب عمر البشير، عظمتك طريه، خليني اقول لك بصراحه، يعني بغض النظر عن حبك ولا كرهك للحكم هنا ولا هناك. فالاخوه السودانيين خلاص، بننال منهم في الافلام، بننال منهم في المقالات، انفجروا.